الاهلي من غير امام عاشور ولا يسوى. الاهلي وقع. شفتوا الاهلي عمل ايه من غير امام عاشور؟ اهو وقع وبقى اداؤه زي الزفت. عايزين نقول كده؟ لا مش هقول كده. والاهلي فوق الجميع، والاهلي ما بيقفش على حد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدا حلقتنا صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام الاول في الكومنتات، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويعمل لايك ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي يتعادل مع يانج افريكانز 1-1 في تنزانيا. طبعا هيقولوا بقى انتوا شايفين الزملكاويه وشايفين السوشيال ميديا وشايفين كل الاعلاميين دلوقتي بيقولوا ايه وبيتكلموا ازاي على امام عاشور، والناس فرحانه موت طبعا. وامام عاشور بيذل الاهلي، وامام عاشور اجمد من الاهلي، وامام عاشور كسر عين الاهلي. انا خلاص من بعد الحلقه دي ان شاء الله انا مش هجيب سيره امام عاشور تاني عشان نبقوا منتفقين. امام عاشور ملوش الدعم عندي. هتقول لي ما هو طلع يتاسف. معايا كل الحاجه، معانا كل الدلائل، معانا طبعا طلع يتاسف وطلع عشان خاطر يراضي الجماهير ويراضي رئيس مجلس اداره الاهلي ويراضي الدنيا. قال لك انا هتم فسخ التعاقد بيني وبين مين؟ بين ادم وطني الوكيل اللي هو طبعا كان عامل قلبان اليومين دول. خلاص فسخ التعاقد معاه. طب ده هيبرد نارنا؟ مش هيبرد نارنا. خلاص يا باشا، احنا بناخده اول موقف. انت مش اكبر من النادي الاهلي. لو انت شايف نفسك نجم، شوف النجوم اللي قبلك اللي مشت وعادي جدا وكملنا والدنيا زي الفل، وهم الخسرانين مش احنا. هم الخسرانين مش احنا خالص. لكن هتيجي تقول لي لا بقى تتعوج وانا النجم وانا مش عارف ايه مفيش الكلام ده عند النادي الاهلي يا حبيبي. انت خسرت كل حاجه. خسرت شعبيه بقى وخسرت كل حاجه. الاهلي طبعا بيتعادل مع يانج افريكانز. الاهلي يخسر من يانج افريكانز، يخسر الدوري، يخسر كل حاجه، بس المبادئ ما بتتجزأش خلاص. احنا ما بنقفش على حد. لعبنا مع يانج افريكانز طبعا خلاص كده قصه امام عاشور انتهت بكل طبعا التجديدات اللي حصلت. خلاص ننهي الموضوع ده خالص عشان في ملف اليو ديانج هنتكلم فيه. الاهلي مع يانج افريكانز عمل ماتش في الشوط الاول كان متواضع وما كانش حلو جدا. شفنا طبعا خطوره، شفنا مصطفى شوبير اتالق في كذا كوره، وشفنا الاهلي نص الملعب مسروق جدا مننا ومفيش اصلا انسجام ومفيش هجمات كتيره، مع ان كان في مساحات الاهلي لو لعب عليها ولعب على سرعه الهجمات المرتده كنا عملنا حاجه. وكنا جبنا جون واتنين. بس كان في تراجع في الاداء، كان في لسه عدم تمركزيه لبعض اللعيبه. شفنا زيزو المفروض في نص الملعب لا كان مجنح شويه جدا على تريزيجيه. المفروض خالص يعني يلعب في نص، يلعب 10. كانت الحته دي ناقصانا شويه. شفنا بعض اللعيبه كانوا عاملين ايه. الشوط الثاني يعني نسبيا الاهلي اداؤه اتعدل شويه. الشوط الثاني طبعا يوسف بالعمري ليه ما نزلش في التشكيل واستبعده، مع انه خلاص هو قال لك هيبدا من ماتش يانج افريكانز. اتفاجئت اللي هو مش موجود. يعني احنا تعبنا. انت شفت كوكا امبارح يعني بيعمل اسيست، يعني بيعمل العرضيات بالعافيه، مش عارفه يعمل كذا عرضيه يا فوق قوي يا تحت قوي. مفيش. شفنا طاهر محمد طاهر مكافح ومجتهد بس لسه ما رجعش. فياما قوي ان انا اديله 60 70 دقيقه. ياما وكتير قوي على طاهر. شفنا طبعا بقيه الاداء بتاع الفرق. يعني شفنا شفنا ديانج عمل شوط اول وكان متوسط، شوط تاني كويس جدا. اليو ديانج شال نص الملعب وجاب جون. بس الهدف اللي سجله طبعا صناعه تريزيجيه حاول فيها ياما، حاول وطبعا ومن اقل ربع متر لم كده الكره واداها لديانج عشان ديانج يحط جون ايه؟ جون التعادل، ويعوض الغلطه اللي هو غلطها في الشوط الاول. نيجي للنادي الاهلي. لو جينا نبدا من عند مصطفى شوبير. مصطفى شوبير عمل ماتش كويس جدا، والجون اللي جه فيه يعني هو مش بتاعه، ما يسالش عنه نهائي. نتكلم عن دول محمد الشناوي خارج الخطوط. محمد الشناوي انا بحترمك جدا وانا داعم ليك جدا وانا بشيد بيك جدا. العصر ده بتاع مصطفى شوبير يتألق فيه، بس محمد شناوي برضه هيفضل قائد وبرضه من بره بيشجع وقلبه على قلب الفريق. لا يعني محمد شناوي يحترم جدا. مصطفى شوبير عامل اللي عليه. قلبين الدفاع طبعا ياسين مرعي كان كويس، بس في برضه غلطات. هو وياسر ابراهيم كانوا كويسين،
بس عملوا كام غلطه، مع ان وياسر لحق نفسه في كوره، ياسر رجعها قصيره مصطفى شوبير، لولا اللي هو حط جسمه الحمد لله وعرف يعطل المهاجم وترجع لشوبير كانت جون. ياسين مرعي كان كويس، في غلطات حصلت. محمد هاني ما كانش في حالته، شفنا الثغرات ناحيه اليمين، شفنا طبعا اختراقات ياما قوي من عندهم. محمد هاني ما كانش في حالته، عشان كده حط محمد هاني في الشوط الثاني ضافه ويبقى الثالث، ونزل احمد عيد يلعب باك يمين. طبعا احمد كوكا طبعا، يعني كوكا انا يعني عند وضعي، يعني كوكا انا مش عارف، يعني يا ريت يبقى اعاره، يعني يا ريت ان نخلي محمد شكري مثلا احتياطي اللي هو مش بيلعب وبيخليه بديل لكوكا. عندك ديانج ومروان عطيه. مروان عطيه حاسس اللي فيه جهاد، اللي هو ما كانش اجمد حاجه. مروان عطيه لا بعيد شويه عن مستواه. ديانج كان كويس جدا اللي احنا هنتكلم عليه في اخر الحلقه. عندنا طبعا تريزيجيه نجم الماتش. تريزيجيه بيعمل اللي عليه، بيكافح، بيجري، بيحاول. تريزيجيه الصراحه لا يستاهل. انا عايز البطوله دي لتريزيجيه، عشان تريزيجيه تتبروز له، ياخد احسن لاعب داخل افريقيا والهداف ان شاء الله للبطوله دي محمود حسن تريزيجيه. اشرف بن شرقي لما نزل كان بعيد جدا عن مستواه. عندنا طبعا محمد علي بن رمضان. يعني ده وقتك بقى محمد علي بن رمضان، خلاص بقى خد فرصتك وارجع لمستواك. شفنا طبعا انت مع متراجع جدا مع منتخب تونس في افريقيا. نتمنى تعمل بقى حاجه وترجع لمستواك شويه، تاخد مكانك الاساسي في النادي الاهلي. يعني انت ابهرتنا في كاس العالم، لا ابهرنا بقى في المطوشه بقى بتاعت الدوري بقى وفي افريقيا، ارجع لمستواك تاني. طبعا مروان عثمان اوتاكا مكافح ومجتهد، بس لسه الخبره الافريقيه والخبره الدوليه لسه عنده هيكتسبها في الوقت اللي جاي لسه. شايف النادي الاهلي كان لا كان في مستوى يعني متواضع، ولا جامد قوي ولا قليل قوي. يعني الشوط الثاني ظبطنا الحال شويه وظبطنا الاداء وهاجمنا شويه، مع اننا احنا لو اتكينا كنا الماتش ده يخلص مرتاح 2-1 مرتاح، كنا نلاقي في ايدينا نسجل هدف تاني. بس طبعا هم قفلوا المفاتيح وعايزين يحاولوا وعايزين، وكان في طبعا يعني خطوره منهم الشوط الثاني. الماتش خلص 1-1 والاهلي اكتفى بالتعادل 1-1 طبعا مع يانج افريكانز عشان يتصدر المجموعه ب8 نقط، يبقى هو اول المجموعه. عندك يانج افريكانز 5 بونت هي كمان. الجيش الملكي كسب شبيبه القبائل. الجيش الملكي دلوقتي بقى عنده 5 بونت هم كمان. المجموعه ولعت، المنافسه بقت جامده جدا. هو الاهلي مش بعيد، الاهلي ايه مش بعيد قوي. ليه بقى؟ انت عندك الماتش الجاي مع شبيبه القبائل الجزائري في الجزائر. الماتش ده مهم جدا، يعني لازم اقل ما فيها لو ما كسبناش نتعادل، لان شبيبه القبائل الجزائري لو كسبت هتبقى 5 بونت، هيبقى عندها ماتش اخير. الماتش الاخير ده مع مين بقى؟ مع يانج افريكانز تقريبا هناك في تنزانيا. ماتش هيبقى صعب وماتش هيبقى ماتش موت، لان اللي هيكسب بالنسبه لهم ممكن يصعد. ده في حاله طبعا ايه؟ في حاله الجيش الملكي عندهم الماتش الجاي مع يانج افريكانز في المغرب. يعني انا شايف الجيش الملكي لو كسب بقى 8 بونت خلاص كده، وقريب جدا مع ان الماتش الاخير معانا مع هنا في القاهره. فالماتش هيبقى ماتش دمار، ماتش هيبقى من اجمد ماتشات دوري ابطال افريقيا. الاهلي والجيش الملكي هنا هيبقى ماتش بالنسبه لهم الصعود، لان يانج افريكانز عندها 5 بونت وكشفت شبكه القبائل هيبقى عندها 8. فالدنيا معاهم هتبقى متكعبله في الماتش اللي جايه، ماتش حساسه وماتش جامده جدا. والاهلي بقى مش انت ب 8 بونت مستريح، فمش عايزين بقى تتصعب علينا. ان شاء الله نكسب او نتعادل مع شبيبه القبائل نستريح شويه، تبقى عندك 9 بونت ولا تبقى عندك 11 بونت، خلاص وصلت رسمي، نستريح شويه للمطوشه اللي جايه. احنا شفنا المطوشه كلها عامله ازاي، مطوشه جامده جدا. طبعا في ملف اليو ديانج اللي احنا اجلناه لنهايه الحلقه. اليو ديانج بنحترمه جدا وكل الدعم، انا بحبه جدا. طبعا اللي حصل من اليو ديانج هو ما يعيبش اليو ديانج، هو يعيب مين؟ وكارثه على مين؟ على اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي اللي ما قدرتش تستثمر اليو ديانج وتكسب من وراه. اليو ديانج
مضى خلاص رسميا لفالنسيا الاسباني. خلاص راح نادي فالنسيا الاسباني خلاص في الانتقالات الصيفيه اللي جايه. خلاص خلص، هو مضى وخلص. طبعا راح فري. انت التعاقد لسه الاهلي ما جددش معاه، ونهايه التعاقد مع النادي الاهلي خلاص في الصيف، وهو خلاص مضى مع فالنسيا. فكده سوء اداره جدا من النادي الاهلي. انت ليه ما استفدتش بيه؟ جات لك عروض ياما قوي من الخليج، وجات لك عروض كذا حد. طب كنت استفاد بالعروض طالما انت شايف اللاعب يعني الحاجه الاولويه دي اللي هو عايز يحترف. خلاص كنت الاولويه اللي انت بقى تحاول تبيعه وتستفاد باي حاجه منه طالما انت مش هتجدد له. طب انت ما عرفتش تجدد له، طب هو مشى فري، انت استفدت ايه بقى كنادي الاهلي؟ ما استفدتش حاجه. اليو ديانج مشى فري خلاص وراح نادي فالنسيا. هو ما يعيبش اللاعب معاك وبيبذل صراحه، ما بيبخلش نقطه عرق. اليو ديانج ما بيبخلش نقطه عرق على النادي الاهلي، بيلعب بيجتهد بيعمل اللي عليه، وبيحب النادي الاهلي جدا جدا، بس عايز يحترف. ده انا اشجعه. بص العقليه، اصل الكره دي مش مهاره ورجل وخلاص، لا، كره القدم دي عقليه لازم توزنها، لازم تعرف تحدد مصيرك ومستقبلك ايه وشعبيتك ايه. فطبعا اليو ديانج احترم، راح فالنسيا خلاص اتعاقد معاه، كل التوفيق ليه، بس الاستفاده للنادي الاهلي ما استفادش منه. مشى فري طبعا ومفيش اي استفاده للنادي الاهلي، وخلاص اليو ديانج خلاص الصيف الجاي رسميا في فالنسيا الاسباني. مهاجم النادي الاهلي الانجولي البرتغالي كاموش. خلاص كاموش النادي الاهلي اعلنه رسمي وعمل الاعلان، وخلاص النادي الاهلي خلاص هينزل التدريب، ومن الماتش الجاي باذن الله ممكن نلاقي كاموش خلاص على الدكه. انا مستبشر بيه. احنا شفنا الفيديوهات بتاعته، الفيديو بتاعه جميل، في كل حاجه، في مهارات، في كل حاجه شفناها، بس احنا كنادي اهلي احنا عايزين نشوف بعينينا. احنا شفنا موديست وشفنا طبعا كل الناس عامله ازاي، نشوف بعينينا، ملناش دعوه بالفيديوهات والسي في والكلام ده. احنا هنشوف كاموش في ارضيه الملعب بتشيرت النادي الاهلي هيعمل ايه مع النادي الاهلي. طبعا اتمنى يعمل حاجه، اتمنى طبعا نرجع تاني بقى لحته وسام ابو علي دي، ومش عايزين نحطه في مقارنه، بس نفسنا يبقى عندنا مهاجم شرس، مهاجم يخلص لنا اي فرصه، مهاجم يرعب ويربك اي خط دفاع قدامنا. ده اللي احنا هنشوفوه الماتش الجاي. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.